اهلا، انا بيبو بحب اجرب حاجات جديده، وفي الفيديو ده قررت ازور الاقصر لاول مره ونستكشفها سوا، فخليكم معايا. ولان الشتاء احسن وقت نروح فيه فحجزت في شهر 2، وصلت محطه مصر الساعه 9 بالليل، وركبت قطر التلج الدرجه التانية. ومن اول لحظه الفرق كان واضح، القطر سريع ومريح يخليك تحس انك مش ماشي، وقدرنا نقطع 650 كيلو في حوالي 8 ساعات بس. وطبعا مفيش سفر من غير مفاجآت. احلى صدفه النهارده، بصوا قابلت مين؟ اكتر حد بيديني موتيفيشن في السفر يا باشا والله ربنا يكرمك. اتكلمنا شويه عن السفر والتجارب، صدفه بسيطه بس زودت حماسي للي جاي. وصلنا الاقصر على الفجر تقريبا، ومشينا لحد الهوست ننام شويه لان اللي جاي محتاج طاقه. صحينا بدري وبدانا نستكشف المدينه، ولان الاقصر متقسمه شرق وغرب فقررنا نبدا بالجانب الشرقي. اول مكان زرناه كان معبد الاقصر، واول حاجه هتلفت نظرك تماثيل رمسيس الثاني الضخمه واقفه بكل هيبه على مدخل المعبد. بس هتلاحظ ان في مسله واحده بس على الشمال، والمسله الثانيه مش موجوده، وده لان محمد علي اهداها لفرنسا في عمليه استغرقت سنتين في نقلها. بس الجامد بقى ان المكان ده مر عليه 3 اديان. معبد الاقصر معبد حلو وجميل وصغير، وزي ما انت قلت حضرتك بيضم 3 ديانات: الديانه المصريه القديمه، والديانه الاسلاميه اللي بتتمثل في جامع سيدي ابو الحجاج، والديانه المسيحيه اللي هو الجزء ده اللي اتخذ ككنيسه اثناء العصر الروماني. والمعبد متوصل بطريق الكباش، والطريق ده طوله 3 كيلو، وعلى جانبيه 1000 تمثال. وبعدها خدنا لفه في وسط البلد وشربنا احلى عصير قصب ممكن تجربه في حياتك، ودخلنا السوق الشعبي. اجواءه كانت مختلفه خالص، تحسسك بروح البلد كده. وبعدها رحنا على متحف التحنيط، وهنا بتبدأ تفهم إيمان المصريين القدماء بالحياة بعد الموت، وشوش ساكتة بس حكايتها لسه بتتكلم. وختمنا اليوم الأول هنا في معابد الكرنك، وده أكبر مجمع ديني في مصر القديمة. المكان اتبنى على مدار أكتر من 2000 سنة، وتمثال الجعران، وبيقولوا إنك لو لفيت 7 مرات أمنيتك هتتحقق. والله هي ده جوران المقدس. جوران دايما كان بيستخدم لحمايه الموميا، حمايه الميت، تمام. ولكن يعني الاعتقادات بتقول، اعتقادات عشان الناس ما فيش نقد، الاعتقاد بيقول لك الجوران نفسه ولو لفيت حواليه بتاخد الحظ الكويس. حظ كويس 3 مرات، المفروض 7 مرات تبقى في سفر، في جواز، في حاجات حلوه. 3 مرات يا جماعه المفروض ده اعتقادات ان هو المفروض تاخد حظ كويس. اديك شايفين الجنسيات، السائحين من جميع دول العالم بيلفوا معانا. وانا كانت امنيتي بعد يوم طويل زي ده اني اروح اكل وانام، عشان اصحى الساعه 3 الفجر لاحلى تجربه ممكن تعيشها في الاقصر، ركوب المنطاد. والتجربه دي ليها فيديو لوحدها، وهقول لكم ازاي تعيشوا التجربه دي ببلاش. بعد المنطاد كنا في البر الغربي وكملنا رحلتنا هناك. بدانا بتمثالي ممنون، واللي كان بيطلع منهم صوت غريب مع شروق الشمس، والناس زمان افتكرت ان في روح سكناهم، لكن العلم فسر الموضوع ده ان في تشققات في التماثيل، فلما الشمس كانت بتطلع كانت بتسخن الحجر وكان بيصدر الصوت ده. وهناك قابلنا واحد ياباني وكان صديقنا لبقيه الرحله. بعدها رحنا على معبد هابو، واحد من اعظم المعابد الحربيه. الجدران هناك مليانه تفاصيل معارك، والالوان لسه عايشه لحد دلوقتي. ومن هناك طلعنا على معبد حتشبسوت المحفور في قلب الجبل. وزي ما احنا بنقول للناس، عندما يبدأ المحبوب بيصنع من الجبل اسطوره. الوزير سننموت لما حب حتشبسوت عمل لها المعبد ده. حتشبسوت كانت بتحب الوزير بتاعها سننموت، وادته حوالي 80 لقب ملكي، تمام. بس ولكن للاسف هي ما اتجوزتوش، ان هو عشان كان من عامه الشعب، وهي اوريدي كانت تعتبر مغتصبه العرش. واكتشفت ان حتشبسوت واحده من اقوى الشخصيات في تاريخ مصر، انها اول ست حكمت كفرعون، وكانت بتلبس زي الرجال وتحط لحيه صناعيه عشان الشعب يتقبلها كحاكم. وختمنا الرحله بوادي الملوك اللي فيه اكتر من 60 مقبره، وكل واحده فيهم ليها حكايه منفصله. وهنا تم اكتشاف مقبره توت عنخ امون كامله بكنوزها، والمقابر دي كانت معموله كممرات طويله هدفها تجهيز الملك للحياه بعد الموت. ولحد دلوقتي في مقابر لسه محتفظه باسرارها. بس بعد كل التاريخ ده اكتشفت ان احلى حاجه في الاقصر مش معبد ولا مقبره، احلى حاجه كانت فطار مصري بسيط يجمعنا كلنا على سفره واحده. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تشوفوا الرحلات الجايه والمغامرات.